تصريح خطير من الأسطورة ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان يفاجئ الجميع بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب السودان اليوم في كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، ويسخر من المغرب. لهذا السبب لن تصدق ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت سعيدا بفوز المنتخب الجزائري فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. انتهت قبل قليل مباراة المنتخب الجزائري أمام منتخب السودان، وذلك بفوز الجزائر في مباراة عرفت محاولات وفرص من كلا الطرفين، ولكن المنتخب الجزائري انتزع النقاط الثلاثة عن جدارة واستحقاق. لكن ما صدم العالم اليوم وهو حضور زين الدين زيدان لهذه المباراة، وذلك لتشجيع بلده الأم الجزائر. وبعد نهاية هذه المباراة صرح الأسطورة زين الدين زيدان للإذاعة الجزائرية منذ قليل وقال: أعرف أنكم مصدومون بحضوري اليوم في المغرب لتشجيع المنتخب الجزائري، لكن لا تنسوا أن أصولي جزائرية، فأنا فخور بأصولي الجزائرية. الجزائر بلد الأجداد والذكريات، أحب هذا البلد وأحب شعبه. أنا سعيد جدا لهذه النتيجة. الجزائر قدمت أداء رائعا في المباراة، أتمنى لهم كل التوفيق في المباريات القادمة. فأنا في وجهة نظري فإن المنتخب الجزائري هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة أكثر من المنتخب المغربي المنظم لهذه البطولة. فالمنتخب المغربي أبان على مستوى متواضع في مباراته الأولى، على عكس الجزائر الذي سيفوز بهذه البطولة، والأيام بيننا.